السلام عليكم متتبعيني متتبعين قناه بوجراح، كنتمنىكم تكونوا بالف صحه وعافيه وفي افضل الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غدا غنوجد معكم واحد الطويجين من اروع ما يكون ومن الذ ما يكون. بسمك الشرغو طبعا اولا الحوت ديال الشرغو. يعني عندي هاد السمكه هذه ديال الشرغو، يعني راها ما كبيراش بزاف، نظفتها مزيان وحيدت لها الاحشاء ديالها وغسلتها صافي، وغادا نقطعها يعني طريفات. هنا عندي هاد البصله، يعني هادشي اللي عندي في البصلات، تقدروا ديروا 6 حتى 7 ديال البصلات. انا قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم يعني على شكل طولي، يعني شنفتهم صافي. هادشي اللي كاين، يعني التقطيع ديالهم يكون طويل ورقيق. هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا يعني البصله على حسب نتوما واش كتبغيو ولا ما كتبغيوهاش، ولكن راه هاد صراحه انا كنكتفي غير بهاد الكميه هادي. بالنسبه للزيت، عندي زيت بلديه 3 المعالق او حتى 4 المعالق من الزيت بلديه. الا عندكم زيت روميه ديروا زيت روميه بحال بحال، ولكن يعني كاين زيت بلديه غنستعمل كان افضل. هنا عندي الزبيب، يعني جبته بلا عبار ما باش نعطيكم القياس، تقريبا جبت 6 درهم، يعني 3 حتى 4 المعالق ديال الزبيب. هنا عندي المليحه راه صورتها على جوج المرات ما عرفتش علاش. هنا عندي سكينجبير، نص معلقه سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه ديال الابزار، جوج عويدات ديال القرفه، مليحه عاوتاني تقريبا درت نص معلقه صغيره ديال الملحه، ما تكثروش الملحه صافي. هادشي اللي كاين. قطعت الحوت على 4، درت البصله في الطاجين، خبيت عليها التوابل والزيت، شحرتها شويه يعني غير شويه، مش خليتهاش حتى دبالت، يعني غير ديتها وجبتها صافي. وحط يعني قديتها في الطاجين وستفت على ديك الطروفه ديال السمك، سمكه الشرغو اللي قطعت. هانتوما كتشوفوا انا ما قطعتش الطروفه كبار، يعني قطعتهم صغار صافي. شفت ديك الحوت وبقيت ملي بدا كيغلي يعني، ودرت العويدات القرفه عفوا يعني داخل. وبالنسبه للربيع درت غير المعدنوس، ما درتش القزبر والمعدنوس، يعني هذا الطاجين هذا كيمشي معاه المعدنوس ما كيمشيش معاه القزبر. وعاود ما كنديروش فيه الثومه، يعني كيمشي على طيبه البصله، ما كتمشيش معاه الثومه، حيت ما نستعملش القزبر، غنستعملوا البصله والزبيب، يعني ما نستعملش القزبر وما نستعملش الثومه وما نستعملش الكمون. هادشي اللي كاين. يعني هاد الطويجين هذا راه كيجي من اروع ما يكون، عرفتوا الدراري كيموتوا عليه كيجي لذيذ لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش. وعلى فكره راه ما كنضيفش ليه السكر نهائيا، يعني كيطيب على، يعني كيبقى على طيبه الحلاوه ديال الزبيب. وحتى البصيله ملي كتعلك وكطيب وكتهبط كتجي حتى هي كتعطي لك الحلاوه. عرفتي واحد الطويجين كيجي من ألذ ما يكون، صدقوني حاولوا تشوفوا الفيديو حتى النهايه، راه كيجي كيحمق وكيجي بنين بزاف. وعلى فكره هاد الطاجين هذا راه ماشي جديد اولا داخل علينا حنا بالنسبه للمغاربه، هذا راه طاجين عريق جدا، وبالاخص المدن الساحليه راه معروفين بالطواجن هادو، بحال المدن ديال الشام، يعني المدن الشماليه كاملين معروفين بطويجنات البصله الحوت في البصله والزبيب. والمناطق الجهات اسفي ازمور جديده حتى هما معروفين بحال هاد الطويجنات هادو. هادشي اللي كاين. وإلا عجبكم الفيديو وصلتي حتى لهنا وعجبك الفيديو، ما تنساش تكتب لي شي تعليق محفز وشي اشتراك الا ما كنتيش مشترك، وشي بارطاجي الا عجبك الفيديو، علاش لا، ما تخليش يوقف عندك فضلا وليس امرا طبعا، باش تعاونوا معايا حتى انا، وشي مشاهده كامله طبعا، يعني ملي تحلوا الفيديو خليوه يدوز مشاهده كامله، حاولوا تستافدوا منه. هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله الطاجين راه دا معايا يعني تقريبا من 15 دقيقه حتى 16 دقيقه، يعني فرمشه عين وجدته للغدا، يعني كان وجد ما شاء الله. تشوفوا هنا راني طفيت عليه البوطه وباقي كيبقبق ما شاء الله، خليته حتى شرب ديك الماء ديالو تبارك الله، يعني بقات غير ديك الزبيته واقفه مع ديك البصيله تاع السلات وديك الزبيب ما شاء الله كيفاش جا عرفتي. اللهم بارك اللهم بارك. هادشي اللي كاين. وسمحوا لي اخوتي واللي كيتوحى من وحله في راسها الله تعالى يجعل حقها في الجنه. هادشي اللي كاين الخوت. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من الواجب فضلا وليس امرا. تبقوا على خير، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله وموضوع جديد، ودعيو معايا ان شاء الله يا ربي نكمل السويعه ديالي وتشعل لي القناه ديالي. ما عرفنا من عند من تكون شي دعيوه الخير تقدر هي اللي توقف معايا. الله يوقف معكم جميعا، نخليكم على خير.